من خلف حي ال40 امام مساكن الشهداء. الاخ مصطفى عبد الله ان شاء الله تقدم بشكوى لموقع شبكه سيتي الاخباريه ليتم توصيلها للسيد المسؤول. قدمنا الشكوى للمسؤول على غير المعتاد، وكان يعني حاجه غير متوقعه ان نلاقي المسؤول يستجيب في خلال 12 ساعه. ما كملتش فعلا. انا ايه بصراحه الحكايه؟ انا بصراحه مستغرب. انا بقف مسؤول بصراحه يعني. اللي بيحصل ده ايه ده؟ احنا كاننا في مكان تاني غير مكان السويس او غير حي ال40 يعني. كان الاول كنا نقول المشكله بعد 5 6 سنين على ما يكون لها صدى صوت. انما امبارح عملنا الشكوى وقدمناها ونزلناها في الموقع. بصراحه ما كملتش 24 ساعه ولينا الشغل شغال. الله ينور. احنا بنشكر الناس ونشكر الاستاذ اشرف برضه، نشكر الموقع ونشكر الاستاذ سامي البحيري على المجهودات دي برضه. انا بتقدم بالشكر طبعا نيابه عن اهالي العقار طبعا للاستاذ سامي البحيري رئيس حي ال40 والقائمين على العمل، وبتقدم بالشكر للسيد محافظ السويس اللي فعلا اول لما ارى الشكوى حولها للسيد المسؤول اللي استجاب بدوره لحل المشكله. في حد تاني عاوز تبلغه اي رساله؟ هي كانت مشكلتنا الرئيسيه مشكله الصرف الصحي اللي في المداخل. هي دي اللي كانت مشكلتنا. المشاكل الثانيه دي يعني مقدور عليها. اي حاجه ثانيه مقدور عليها، انما دي المدخل كان في كهرباء في المدخل، والصرف الصحي مغطي المدخل كله. وفي يعني ناس عيال صغيره طالعه وناس كبيره نازله، ممكن كانوا يجربوا اي حاجه من الحاجه دي. فالحمد لله يعني انهم استجابوا يعني. شكرا. شاكرين.